عاوز تعرف سر الطاقة الجديدة المجانية اللي اكتشفتها الدول المتقدمة ويخبوها عنك؟ تخيل معايا لو نقدر نجمع الطاقة من الفضاء بشكل مستمر وننقلها لأي مكان في العالم من غير لا كابلات ولا أي بنية تحتية. طاقة تشحن العربيات وتنور البيوت والمنشآت، طاقة تحرك الجيوش في البر وتحت البحر وفوق السحاب من غير أي تلوث. في المستقبل ممكن تمد المستعمرات اللي على القمر والمريخ والكواكب البعيدة اللي بدأت فعليا الشركات تبنيها. طاقة آمنة وصديقة للبيئة وملهاش أي أضرار. كنز اكتشفه العالم نيكولا تسلا من قرن فات، والنهاردة العالم كله بيتسابق على الوصول ليه. كوباية القهوة بتاعتك والورقة والقلم وخليك معايا، وفي الفيديو ده هقولك كل حاجة محتاج تعرفها عن السر ده اللي ممكن يغير نظرتنا للمستقبل. وما تنساش تعمل لايك وشير لو عجبك المحتوى. أنا أحمد طه وانت بتسمع الخلاصة. أهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. أعلن الباحثين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عن نجاح المشروع التجريبي للطاقة الشمسية الفضائية اللي استمر لمدة سنة على استقبال الطاقة الشمسية من الفضاء للأرض. وعلى الرغم من إن الفكرة تبان جديدة، إلا إن الحقيقة الفكرة ما ظهرتش في السنين الأخيرة. في عالم سبق وفكر في الفكرة دي حتى قبل ما يتم تطبيقها من قرن فات. العالم ده هو نيكولا تسلا، اللي تقريبا مفيش أي جهاز بتستخدمه واللي منهم الكمبيوتر أو الموبايل اللي شايفني منه دلوقتي إلا ويرجع له الفضل في وجوده. تسلا كان عايز يوصل الكهرباء للعالم كله لاسلكيا في الهواء عن طريق أبراج بيتم تثبيتها على مسافات معينة حسب شدة التيار، زي أبراج الشبكات أو الموبايل اللي بنتها شركات الاتصالات حاليا، أو عن طريق منظومة من البالونات أو المناطيد الجوية على مسافات معينة. أسس مختبره الخاص وبدأ في عمل التجارب في مجال الاتصالات اللاسلكية ونقل الطاقة، وبدأ يبني برج البث العالمي اللاسلكي بتاعه بارتفاع 60 متر سنة 1901 بدعم من الممول الأمريكي جي بي مورجان. وده بعد ما حصل حريق كبير في مختبر تسلا في نيويورك سنة 1895 وضاعت معاه معظم ملاحظاته ومعداته. البرج عرف باسم برج وورد كليف، وكان تسلا عاوز ينقل الكهرباء باستخدامه عبر الهواء وبيخطط لنشر الأبراج دي في أماكن متفرقة. المشروع وبرغم إنه واعد إلا إنه للأسف في 1902 مورجان قرر يوقف تمويل تسلا، وبالتالي وقف المشروع بالكامل. وخلال الحرب العالمية الأولى انتشرت إشاعات بأن البرج اللي عمله تسلا كان بيستخدمه الجواسيس الألمان، وعشان كده اتهدم واتباع كخردة. نيكولا تسلا مات لكن فكرته عاشت وكملت. اتكلم كاتب الخيال العلمي إسحاق أسيموف عن فكرة مشاريع الطاقة الشمسية الفضائية سنة 1941 وذكرها في قصته القصيرة ريزون، وكانت فيها الطاقة بتتنقل من الفضاء للأرض في الهواء. وفضل العلماء يفكروا ازاي ممكن يطبقوا الفكرة دي، لكن الحروب والصراعات في العالم أجلت البحث في المجال ده شوية. لكن طبعا مع تفاقم مشكلة الاحتلال العالمي وسباق الدول في مجال الطاقة المتجددة خصوصا في مجال الطاقة الشمسية، الطاقة إلا وبالرغم من مميزاتها إلا إنها بتحتاج بنية تحتية وصناعة للألواح، ده غير كفاءتها اللي ممكن تأثر على إنتاجها للطاقة نتيجة حركة الأرض والظروف الجوية. وده اللي خلى العلماء يفكروا في توليد الطاقة الشمسية بس مش من على الأرض، من الفضاء. لكن السؤال هنا، اشمعنى الطاقة الشمسية؟ وازاي هننقل الطاقة اللي هتولدها الألواح دي من الفضاء للأرض؟ فاكر يا صديقي مشروع تسلا اللي كلمتك عنه في الأول؟ هي دي كانت الإجابة. هتقولي ازاي يا عم أحمد الكلام ده؟ بص يا صديقي، فكرة تسلا في نقل الطاقة في الهواء كانت فكرة رائدة جدا، لكن تطبيقاتها على الرغم من إنها تبان مستحيلة إلا إن بتطور التكنولوجيا المستحيل ده بقى أقرب للواقع. أما عن سبب اختيار الطاقة الشمسية فده لأنها بتمثل حاليا 3.5% من إنتاج الكهرباء العالمي، وبتحتل المركز الثالث في سوق الطاقة المتجددة بعد الطاقة المائية وطاقة الرياح. ومتوقع أن إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في العالم هيوصل 40% في 2035 و45% في 2050، نصهم تقريبا من الطاقة الشمسية. وده على فكرة مش كلامي، ده طبقا للبيان الصحفي لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كالتك. البداية كانت سنة 1975 لما ناسا استخدمت موجات الميكروويف لإرسال 34 واط من الكهرباء لمسافة كيلو ونص، وده يعتبر رقم قياسي لحد دلوقتي. عشان في 2009 يعلن إريك جيلر الرئيس التنفيذي لشركة وينتر سيتي الأمريكية عن نجاح تشغيل أجهزة تلفزيون وشحن تليفون باستخدام الطاقة المنقولة اللاسلكية. واللي بعد مرور 10 سنين من الإعلان ده أعلنت الشركة إنها تجاوزت المرحلة دي وهتبدأ في توفير خدمات شحن العربيات الكهربية لاسلكية. لكن في 2015 أعلنت وكالة جاكسا اليابانية نجاح إرسال الكهرباء لاسلكيا على شكل موجات الميكروويف لمسافة 55 متر. بس المهم في التجربة دي إن كمية الطاقة المرسلة وصلت ل 1800 واط. أما في 2022 طورت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأمريكية داربا
برنامج لنقل الطاقة اللاسلكية باسم باور، بهدف نقل الطاقة من مكان إرسالها للمكان المطلوب جواً عن طريق مسيرات أو درونز كجزء من شبكة طاقة لاسلكية باستخدام الليزر. وده لأن وحدات الجيش بتعتمد على الوقود السائل اللي بيحتاج خطوط إمداد مش مستقرة، غير حاجتها لمساحات كبيرة لتخزينه، واللي بتكون أهداف سهلة للعدو عشان يستهدفها. الفكرة دي ما بتفكركش بحاجة؟ مظبوط يا صديقي، نفس فكرة تسلا اللي حكيت لك عنها، واللي هتعمل ثورة غير مسبوقة في الاقتصاد وطريقة تحريك الجيوش بطريقة من المرونة. وده طبقا لتقرير أوراسيان تايمز، برضه كنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة الدرونز وحلقة أمل إنقاذ المستقبل. ممكن ترجع تشوف الحلقات وهتلاقي فيها كل التفاصيل اللي محتاجها. عشان السنة دي يعلن علماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا نجاح المشروع التجريبي للطاقة الشمسية الفضائية. المشروع عبارة عن هيكل للألواح الشمسية وبينقل لاسلكيا الطاقة الشمسية من الفضاء باستخدام موجات الميكروويف. الجهاز بينقل ويحول الطاقة الشمسية لطاقة كهربية ممكن تتنقل لأي مكان في العالم. الميزة في الطاقة الشمسية الفضائية إن الأقمار الصناعية بتجمع الطاقة على مدار الساعة 365 يوم في السنة بدون انقطاع. وده اللي خلى الوكالات زي وكالة الفضاء اليابانية جاكسا تعلن عن خطط لإنشاء مزرعة للطاقة الشمسية على نطاق تجاري في الفضاء في 2025، غير إعلان وكالة الفضاء الأوروبية عن برنامجها باسم سولاريس، غير دراسة جديدة كشفت عنها جامعة ستريكسلاند في اسكتلندا بيقولوا فيه إن المحطة الفضائية الشمسية هيكون ليها بصمة كربونية أقل للنص من الموجودة في محطات الطاقة الشمسية الأرضية، غير إن تكلفة الكهرباء الناتجة هيبقى تلت تكلفة الطاقة النووية وأرخص من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الأرضية. العلماء مش بس بيفكروا في مستقبل الطاقة على الأرض، وصلوا للتفكير في نقل الطاقة للمستعمرات على الكواكب التانية. فاقترحت وكالة الفضاء الأوروبية تصميم مشروع محطة طاقة شمسية فضائية تحت اسم Greater Earth Lunar Power Station، وده لاستغلال موارد القمر المتاحة زي الحديد والكبريت المستخرج من سطحه واستعماله في تصنيع مادة البريت اللي بتستعمل كبديل لتصنيع الألواح الشمسية، وده لتقليل نفقات الرحلات وإنهاء الحاجة لنقل مجموعة ضخمة من البنية التحتية من كوكب الأرض. طب يعني الموجات دي أو الليزر اللي بيستخدموه ده مش هيأثر على البيئة والأهم علينا؟ بص، هو لحد دلوقتي مفيش دليل بيقول إن مفيش أي تأثير سلبي للتقنيات دي على صحة الإنسان أو البيئة، لكن راي سيمبكن كبير العلماء في شركة إمرود اللي طورت نظام نقل الطاقة لاسلكيا بيأكد إن التكنولوجيا آمنة، وقال لبي بي سي نيوز إن الطاقة هتبقى منتشرة على مساحة كبيرة لدرجة إن حتى في ذروة شدتها مش هتمثل خطورة على البشر. الخلاصة يا صديقي إن حلم نيكولا تسلا بقى حقيقة وواقع بتتسابق فيه دول كتير عشان يبقى ليها الصدارة وتقدر تحقق أكبر استفادة اقتصادية منه حاليا، خصوصا بعد التطورات البيئية والتكنولوجية اللي بتجبرنا ناخد خطوات فعالة في مجال الطاقة والبيئة. التكلفة الاقتصادية اللي لازم ندفعها للتقنية دي محدش ينكر إنها كبيرة، لكن برضه ما ننكرش إن الطاقة الشمسية والطاقة النووية الاندماجية الجديدة كلها تقنيات النجاح فيها معناه إنقاذ مستقبل ولادنا، وهيكون هو الطريق لحياة أفضل لينا وليهم، بدل ما يجي اليوم ويدفعوا ثمن أكبر من التلوث اللي ابتدينا نعاني منه دلوقتي. قول لي رأيك في التعليقات، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يظهر لك كل جديد بنقدمه على القناة، وساعدنا نتطور ونقدم محتوى أكتر وأحسن. أنا أحمد طه، أشوفكم بخير.